مشاهدينا الكرام، أرحب بكم في حلقة أخرى من حلقات سؤال جريء. حلقة الليلة بعنوان الأكراد والإسلام. لم أكن أعرف عن الأكراد شيئا، كنت أسمع أخبارهم على التلفزيون مثل الكثيرين أمثالي حين كانت هناك مواجهات بينهم وبين صدام حسين. كنا نسمع أنهم في شمال العراق مشاغبون يريدون الحكم الذاتي لأنفسهم، انفصاليون يسببون المشاكل للعراق الشقيق. كنا نسمع أسماء مثل طالباني وبارزاني ولا نعلم بالضبط لماذا هناك خلاف بينهم. الخلاصة أننا لا نسمع عن الأكراد إلا المشاكل، لا نسمع من هم ولا تاريخهم ولا أديانهم ولا أسباب مطالبتهم بالحكم الذاتي ولا حتى تاريخهم مع الإسلام. الإعلام العربي لا يريد إثارة الموضوع لأن أي ذكر له يجر معه متاعب كثيرة، وتحت غطاء وستار عدم إثارة الفتنة أو درء الفتنة يدفنون تاريخ شعوب بأكملها. برنامج سؤال جريء تعود طرح الأسئلة الجريئة. ليست أول مرة نتحدث فيها عن الأغلبيات التي تعامل معاملة الأقليات مثل الأمازيغ في شمال أفريقيا والأقباط في مصر، وأيضا معاناة الأرمن في تركيا. طبعا كل هذا وعلاقته بالدين. لذلك سنعرض اليوم واحدا من أكثر الملفات حساسية، وهو ملف الأكراد والإسلام عبر التاريخ. من هم الأكراد؟ ما هي قصتهم؟ كيف تحولوا للإسلام؟ ما هي أديانهم قبل الإسلام؟ كيف كانت علاقتهم مع الإسلام في بداياته؟ لماذا لم يحصلوا على دولة مستقلة حتى الآن رغم كثرتهم؟ كيف تم استخدام الأكراد من غيرهم؟ ما هي الأخطاء التي ارتكبها الأكراد؟ أسئلة كثيرة. اليوم سنحاول قدر الإمكان طرح الموضوع من كل جوانبه، ما للأكراد وما عليهم. وأنا متأكد أن مادة الليلة ستفتح الكثير من الأسئلة وتنير الكثير من الأذهان. أشجع الإخوة الأكراد على الاتصال للإدلاء بآرائهم، خصوصا الذين لهم إلمام باللغة العربية حتى يسهل التواصل. أرحب بالأستاذ مجدي خليل. مرحبا بك في حلقة أخرى من حلقات سؤال جريء. أهلا بك أخي رشيد وأهلا بجميع المشاهدين. في عجالة يعني موضوع الأكراد تقريبا شبه تعتيم إعلامي عليه طبعًا في الإعلام العربي. طبعًا. لماذا؟ أنا عاوز أقول لك حاجة، زي ما أنت شرحت في المقدمة، يعني إذا كان في 1000 فضائية عربية ما فيش هتلاقي فضائية واحدة هتعرض موضوع الأكراد زي ما احنا هنعرضه بموضوعية شديدة، ما لهم وما عليهم. هم عاوزين نوعين من دفن تاريخ ما قبل الإسلام، يلغوا تاريخ الشعوب قبل الإسلام، والنوع الثاني يدفنوا تاريخ الأقليات. كل الأقليات الموجودة يدفنوها كأنها مش موجودة، تذوب. تذويب الإجباري للأقليات. وطبعا في أقليات كتيرة عاصية على التذويب، يعني منهم الأكراد. فموضوع الأكراد يعني من الموضوعات الهامة جدا اللي أعتقد أن ناس كتيرة في الشرق الأوسط هيسمعوا عليها بشكل علمي ودقيق لأول مرة في الحلقة دي. أولا حضرتك مش كردي لكن درست الموضوع من كل جوانبه. أنا أشرح لماذا بالضبط يعني ضيف دون غيره. أنا زيك كان تحدي لي أن أنا أدرس الأكراد دراسة عميقة. قريت قراءة مؤرخيهم
والمؤرخين الكبار عندهم محمد أمين زكي وشرفنامة شرف خان البدليسي وغيرهم من الكتاب الأكراد. قرأت ما كتبه رسائل الدكتوراهات والماجستيرات العربية، قرأت ما كتبه الأجانب وخاصة الرحالة والمبشرين هم اللي كتبوا عن تاريخ الأكراد. كل هذا أبحاث ودراسات وكتب جمعتها في فترات طويلة وقرأتها بدقة وبعناية وبعين المدقق عشان نستخلص للناس يعني بعض الجوانب في هذا الموضوع الشائك. من هم الأكراد؟ الأكراد في عجالة صغيرة هم شعب من الشعوب الأصيلة للمنطقة اللي هم ساكنين فيها، المنطقة الجبلية دي اللي هي حاليا ما بين حتة في سوريا وحتة في العراق وحتة في إيران وحتة في تركيا. الناس دي ساكنة في المناطق دي منذ فجر التاريخ. هناك من ينسبهم إلى الإمبراطوريات القديمة جدا زي إمبراطورية كاتيوم 2500 سنة قبل الميلاد، وكاشو شعب كاشو قبل الميلاد بأكثر من 20 قرن. وهناك من ينسبهم إلى الشعوب الهندو أوروبية اللي جات وأسست فارس المملكة مادي. احنا دايما نقول حتى في الكتاب المقدس مادي وفارس لأن هم قريبين من بعضهم. الإمبراطورية مادي، وهم الأكراد نفسهم بيقولوا على نفسهم يعني احنا خليط من هذا وهذاك، وان احنا شعب اصيل في هذه المنطقه وننتمي الى هذا وذاك. في لما تقرا النشيد الوطني بتاعهم اللي عملوه سنه 1938 1938 عملوا النشيد الوطني لكردستان الحاليه. بيقول كده: نحن ابناء كخسرو ده اشهر امبراطور لمادي اللي هو اسقط سنه 612 نينوى العاصمه نينوى العظيمه. وبعد ما عده اجيال من الامبراطوريه الميدييه جات الامبراطوريه الاخمينيه الفارسيه. ابن اخت اخر رئيس عمل الامبراطوريه الاخمينيه، يعني هو اتصال لبعضهم. والاخمينيين هم كورش برضو الكبير هو اللي اسقط بابل العظيمه، دي كانت 5 قرون قبل الميلاد. يعني هم تقريبا اللي اسقطوا الفرس دول، فبيفتخروا بهذا الملك. طبعا حاطينه في النشيد القومي. نحن ابناء كخسرو، ديننا وطننا، ديننا ايماننا هو الوطن، ديننا ايماننا هو الوطن. دي حاجه كويسه انا بشوفها فيهم. لا يقول احد الكرد زائلون، الكرد باقون كرايتنا الخفاقه. هذا جزء من النشيد الوطني. حتى كمان العلم بتاعهم، لو شفت علم كردستان تلاقي شمس صفرة. الشمس دي إشارة إلى الديانة اللي كانوا الزردشتية، هي الديانة الزردشتية المجوس. أنا جاي لموضوع الديانة. وفيها لكن فيها إشارة في العلم. طبعا في العلم نفسه 21 شعاع. ال 21 شعاع دول اللي هو عيد النيروز بتاعهم. 21 رقم مقدس كمان عند اليزيديين، فبالتالي ده معناها ان هم معتزين بهويتهم القديمة حتى في العالم وحتى في النشيد القومي. هم يمثلوا كام حاليا؟ يعني دي برضو حاجة مهمة عشان عددهم حاليا حوالي 30 إلى 40 مليون. ده عدد ضخم جدا، ما بين 30 إلى 40 مليون. أنا سمعت بعض الأكراد، لأنه أنا عادة بتصل بناس يعني من أبناء، لو أنا أدرس موضوع أبناء هذا الموضوع أتصل بهم طبعا. فالبعض قدر لي حتى ب50 مليون. ممكن. شوف أقول لك حاجة، ما فيش تقديرات دقيقة للأقليات في كل الشرق الأوسط. لأن الحكومات بتقلل منهم وما عندهمش هم آلية التعداد زي الأقباط، ما عندهمش آلية التعداد. فبالتالي التقديرات مختلفة عنها. لكن ممكن يكون العدد يعني اللي ممكن المعقول. نقوله 30 إلى 40 مليون. 30 إلى 40. عندك 16 مليون في تركيا، حاجة ضخمة ومنطقة ضخمة من المساحة في تركيا يسكنها ده تقريبا أغلبهم. يعني حاجة كبيرة. 16 مليون. والعراق كم؟ والعراق حوالي 5.5 مليون. 5.5 مليون وسط تعدادهم لأن دول معدودين حاليا. وحوالي 7 إلى 8 مليون موجودين في إيران، وحوالي 3 مليون موجودين في سوريا، و2 مليون في أوروبا لوحديها. ودي لها حكاية هنقولها في الطريق. فده فيهم كمان شخصيات شهيرة. في شخصيات شهيرة نشأت أكراد وتعاملت كأكراد ومن داخل المنطقة الكردية، وفي ناس أكراد شهيرة رحلت إلى أماكن أخرى واشتهرت بس هم جذورهم كردية. فبس اللي كانوا أكراد صلاح الدين الأيوبي، يعني نشأ في المنطقة الكردية، وبعد كده هو وراح وعمه راحوا في محمود زنكي، وبعدين هو بعد كده عمل الأيوبيين، الدولة الإسلامية الأيوبية. هي ليست دولة كردية ولكن أسسها كردي اللي هو صلاح الدين الأيوبي.
في مثلا جلال طلباني رئيس العراق الشهير ده، وحسني الزعيمة رئيس، دول أكراد. ابن تيمية يعني نشأ ولد في منطقة كردية في تركيا، ما تركيا متداخلة مع بعضها، ورحل إلى طلع كردي. ابن تيمية. صلاح الدين الأيوبي مش أقل تعصبا من ابن تيمية على فكرة، يعني الناس طبعا متعصب جدا. وابن تيمية طبعا هو زعيم الإرهاب، منظر الإرهاب في التاريخ الإسلامي. كردي. عندهم يعني ناس ابن الأثير، احمد شوقي بينسبوا ان محمد عبده الامام المصري، محمد عبده شيخ الازهر، احمد شوقي امير الشعراء، السهروردي اللي هو المستشرق الشهير، يعني سعاد حسني، وكتير صراحه شخصيات كرديه كتير. ولكن انا سمعت حتى العقاد وقاسم امين عباس محمود العقاد. بس الناس دي بقى انا ما اعتبرهاش اكراد. ليه بقى؟ حتى اذا كانت هم اكراد في جنسهم، لكن هم كبروا ثقافه وجنسيه وبتاع، يعني يعتبروا ينسبوا الى البلاد يعني حتى العقاد ما يقدرش يقول ان انا كردي، ولا يرضى يعلن عن كرديته، ولا غيره، ولا هو ولا غيره، ولا الناس دي، ولا احمد شوقي، ويمكن لذلك لم نسمع باصولهم. هم طبعا عشان حساسيتهم للمشكله الكرديه وعاوزين يفتخروا بيه، بيتابعوا كل جذور كل كردي. في كتير مشاهير انا ما اقدرش احصيهم بصراحه. نعم. وحتى الكواكبي اللي هو بتاع طباع الاستبداد، كتير قوي ناس كرهت. طب يعني من خلال قراءتك لكل الكتب والمقالات والابحاث تقريبا المهمه طبعا اللي اتكلمت عن الاكراد، ايه سمات الشعب الكردي او سمات الشخصيه الكرديه؟ صدقني انا هقول لك 10 او 11 نقطه. اللي دارس تاريخ اكراد كويس جدا 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 هيفهم ان دي مفاتيح كل حاجه عن الاكراد قديما وحديثا. اول مفتاح ان هي القبيله هي الوحده السياسيه للاكراد. لم يكن لهم، لا يعرفوا الدوله الحديثه، يعرفوا القبيله. حتى الامارات اللي اتعملت كانت عباره عن تجمع رئيس قبيله يعمل، او ملا دين يعمل اماره. يعني يعتمدوا على القبيله كوحده سياسيه. هم بعد سقوط امبراطوريه مادي اللي هي سقطت بقول لك 5 قرون قبل الميلاد، لم تقم لهم دولة بالمعنى المعروف للدولة. دويلات وإمارات صغيرة. لا توجد دولة. عشان كده لا توجد حاجة اسمها حدود لكردستان. ما حدش يقدر يقول حدود. نقول الأكراد عايشين هنا في المنطقة دي، وعايشين في سوريا في المنطقة دي، وعايشين في المنطقة دي تاريخيا هنا. لكن نتحدث في الإعلام عن كردستان. كردستان دي في كردستان الصغيرة الحالية اللي في العراق، وفي كردستان الكبيرة اللي موزعة الشرقية والشمالية والغربية والجنوبية، ما هم مقسمينها، واخد بالك؟ لكن أول حاجة القبيلة هي الوحدة السياسية. الثاني حاجة أكتر مجموعة مسلمة في العالم اضطهدت من الإسلام. خلي بالك الاسلام اضطهد ديانات كتيره وعرقيات كتير، بس دي مجموعه مسلمه. ربما يليهم الامازيغ، بس هم قبل الامازيغ اكتر من الامازيغ اضطهدوا من الاسلام. فدي اكتر مجموعه مسلمه في العالم اضطهدت من الاسلام. ثالث اكتر شعوب في العالم ايضا مسلمه صارت على اسلامها، صارت على الدولة الإسلامية. الثورة يعني ثاروا عصيان، انتفاضات، عصيان مسلح. أكثر من ثار على الإسلام قديما وحديثا، من عمر بن الخطاب لحد أردوغان، أكثر من ثاروا على الإسلام في التاريخ كله. النزاعات والاقتتال الداخلي عشان قبائل طبعا دي جزء دائم. عندهم نزاعات واقتتال داخلي دائم لم يغب يوما. حتى طلباني وبرزاني ما اصلحتش بينهم الا الولايات المتحده الامريكيه سنه يعني 97 بعد قتالا مريرا. فبالتالي القتال لان قبائل، والقبائل دايما من زعيم القبيله والرئاسات وكده والكلأ والمرعى والاموال، دائما النزاع. معظم أخطاء الأكراد أنا أقولها ارتكبوها تحت راية الإسلام وبتحريض إسلامي، بالذات من الأتراك، ونتيجة الحماس الإسلامي، وخاصة من شيوخهم هم اللي بيحمسوهم. يعني معظم أخطاء الأكراد تحت راية الإسلام ولأسباب إسلامية وبتحريض إسلامي ومن شخصيات إسلامية. وكل اللي خانوا الأكراد في تاريخهم هم تحت راية الإسلام، من الملا إدريس البدليسي 1512 ميلادية إلى الملا كريكار أنصار الإسلام 2001 في كردستان. كل دول تحت راية الإسلام خانوا القومية الكردية. حتى لو في خلاف على الملا إدريس البدليسي هيجي بعد كده، لكن أنا بعتبره أنه خانهم لصالح العثمانيين. المجموعة العرقية الوحيدة المتمركزة في منطقة واحدة، هم متمركزين في حتة واحدة اهي،
ولم يحصلوا على دولة في التاريخ الحديث، يعني يستحقوها بجدارة، بجدارة للأمانة يعني، ولم يحصلوا في تاريخهم على دولة. ف يكرهون تماما أن يحكمهم أي حد غريب عنهم، لأنهم قبائل يحكمهم لازم من القبيلة بتاعتهم. بيسموا أي حد غريب رومي، يعني أجنبي. التركي رومي، الإيراني رومي، البريطاني رومي، أي حد غير كردي ما يحكمهمش، هو رومي، هو أجنبي، هو عدو. عصاة على التذويب تماما من الأقليات الناشفة. عصاة على التذويب. ما بيقدرش، محدش يقدر يذوب، لا حد يقدر يتركهم. والدليل انهم استمروا طبعا لغة وثقافة وتجمعا وكل شيء. لا قدروا. التتريك الإجباري الفظيع عملوه فيهم، ما قدروش عليهم. التعريب الإجباري الفظيع ما قدرش. الفرسنة ما فيش حد قدر يذوبهم، محتفظين بهويتهم، بثقافتهم، بلغتهم، بكل شيء. فهم عصاة من أكثر الأقليات عصاة على التذويب، غير منفتحين على العالم. هم ناس بسيطة وطيبين وغلابة كده، وفيهم ناس همجية، بس الجزء الأكبر طيب وغلبان وكده، ورعاة وغيره. ما فيش فتوحين على، ما بنوش ثقة بينهم وبين العالم كمان. عشان كده لم يبنوا ثقة بينهم وبين العالم، بالذات العالم الحديث، لأنهم لم يقدموا شيئا للعالم، ولم يقدموا أي ضمانات أنهم هيفيدوا العالم. عشان ده جزء من مشاكلهم، أو بسبب الانغلاق يعني. طبعا شيوخهم الملل دول مارسوا دور كارثي في تاريخهم، يعني أكثر دور